أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أفلا نتفكر. خاطب الله سبحانه وتعالى العرب: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأن العرب هم أهل الإبل، يعني هي في بيئتهم يعيشون معها يلابسون. أحبتي، تمر بنا 24 ساعة أحيانا ما نتفكر، ما نتأمل، ما نتدبر في خلق الله، ما نرى، ما نعي، ما نبصر. لماذا ما نكتب؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله، كيف يجحده ويجاحده بعد هذا الخلق. ماذا يقول الملحد وهو يقرأ هذا الكتاب المفتوح الكون، وهو شاهد السماء والأرض والنجوم والقمر والتل والورق واليرق والسماء؟ أطلق بصرك، تفكر في آية القدرة. عبودية التفكر والتدبر ميتة، والكثير منها غافل، نسأل الله العافية. ماتت عندنا العبودية. أحبتي، إذا خرجتم منازلكم خذوا لكم دقائق في التفكر والتأمل. عبودية التفكر ترى ماتت بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد الصالحين. الآن أشغلتنا الحفارات والحراثات والبرادات والسخانات والثلاجات والطيارات والسيارات عن الآيات البينات في الأرض والسماء. أشغلتنا الرجة والضجة والصجة والفرجة عن أن نتفكر ونتأمل وندرس آيات الله في كونه وفي خلقه. أعادنا الله إلى الإبل: أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت. من الذي خلق؟ من الذي صور؟ من الذي أعطى؟ من الذي أوجد هذا الكائن أمامنا الذي هو الإنسان والحيوان والنبات والعجماوات؟ كل شيء تدل على رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نشهد آخر لحظات اليوم مع غروب الشمس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.